واش راح يفيدك كي نقول لك راني منزعج ومتألم وغايضني الحال على قضية اعتقال الكاتب الكبير سعد بوعقبة في قضية ما عندها لا أساس ولا رأس؟ يعني السرعة في تحريك القضاء، والسيد لقى روحه تحت، مع الوقف تحت تلفت الهضرة وتلفت، يعني دخلوه الحبس في انتظار استكمال التحقيق. واش راح يفيدك هادشي؟ نقول لك باللي دولة لا قانون، ولا نقول لك باللي سلطة التجاوزات، ولا نقول لك صنصال يخرجوه وبوعقبة يدخلوه؟ واش راح تستفيد؟ راح نتبعوا القضية، لكن بالك كون نقول لك واحد الحاجة واحدة أخرى تستفيد، هو أنه الكاتب الكبير سعد بوعقبة كان أشار في اللي بودكاست اللي كان يتكلم فيهم على أنه فيه مادة غير مفعلة في الدستور، اللي هي المادة 183 في الدستور الحالي، وسابقا في الدستور السابق 2016 عفوا 96 كانت المادة 177. دوك نحط لكم المادتين. هاد المادتين اللي تكلم عليهم، او المادة اللي تكلم عليها سعد بوعقبة، انه المفروض تكون عندنا محكمة، وهذه المحكمة تختص بمحاسبة الرئيس ورئيس الوزراء، الرئيس بتهم معينة أو بتجاوزات معينة منها الخيانة العظمى، والوزير الأول أو رئيس الحكومة بتهم أخرى أيضا. يعني هذه بالك تفيدك باللي احنا عندنا دستور يقول باللي المفروض أن تؤسس محكمة عليا للدولة تكلف بمحاسبة الرئيس ورئيس الوزراء. بالك هذه جملة مفيدة، وبالك هذا الشيء هو اللي خلى الجماعة يتحركوا ويدخلوا فيها بن بلة وبنت بن بلة وإعلام كاماتشو.